السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة LCS TV التي هي قناة مختصة في مجال الرياضات القتالية وأخبار المقاتلين. توني فيرغسون يرفض نزال ماكس هولواي من أجل الحزام المؤقت ويريد مواجهة حبيب نورماغوميدوف أو كونور ماغريكور. بكل اختصار، فيرغسون يبحث عن نزال ضخم. رئيس بطولة UFC دانا وايت أكد أنه تم عرض انترم فايت على توني، ويعني هذا المصطلح النزال الذي يخوضه محتل الرتبة الأولى في الوزن ضد أحد الخصوم ليؤكد بأنه الأجدر لمواجهة بطل الوزن. وقد فعل فيرغسون هذا سابقا ولم تعد له الرغبة في فعل ذلك مجددا كما صرح. توني فيرغسون مقاتل شرس ومبدع للغاية، فهو يخوض تداريب شاقة كل يوم، كذلك لديه أسلوب قتالي ممتع، وما يبرهن قوته أنه لم يخسر في 11 من نزالاته الأخيرة، أي لم يخسر منذ 8 سنوات. كانت هناك العديد من ردود الفعل حول رفض توني القتال على الحزام المؤقت، خاصة من حبيب نورماغوميدوف الذي اتهمه بالتعنت، ولدي تعقيب بسيط حول هذا الاتهام. فتوني لا أرى أنه قد تعنت، فقد عرضوا عليه القتال وأجابهم بكل بساطة أنه كان لديه الحزام المؤقت، فلماذا يقاتل عليه مرة ثانية؟ فهو يريد القتال على الحزام الحقيقي، وهذا يعني أنه يريد مواجهة بطل الوزن الخفيف لبطولة UFC حبيب نورماغوميدوف، وهذا من حق توني طبعا. أرى أنه في ظل عقوبة حبيب الحالية ورغبة UFC في أن تجعل توني يقاتل، أن يجروا نزالا بينه وبين كونور ماغريكور، لأن توني يرغب في مواجهة كونور بشدة، كذلك سيستفيد من الأموال والشهرة، وفيرغسون يستاهل هذا النوع من النزالات في انتظار انتهاء عقوبة حبيب، وبعدها يتم النزال بين حبيب وتوني. أنتظر آراءكم حول هذا الموضوع، وأريد رأيكم في توني فيرغسون كمقاتل. لا تنسوا متابعة القناة إذا كنتم من المتابعين الجدد كي يصلكم كل جديد بخصوص الرياضات القتالية وأخبار المقاتلين. كذلك لا تنسوا وضع إعجابكم بالفيديو إذا كنتم من محبي الرياضات القتالية ومتابعي القناة الأوفياء. كان معكم أمين، إلى اللقاء في خبر قادم.